ويا أهلا وسهلا بفلوج جديد سويت بيه أهم شغلتين كنت دايما أقول لكم إياها. أول شي مطبق الزعتر الفلسطيني الأصلي. طبعا صدمتني أمي بإبداعاتها. أول شي تجيبون السماق هيج هواي ويا بصل، زين تبقون تدعكوه هيج عدل لين ما البصل هيج ياخذ السماق طعم السماق، والسماق نفس الشي ياخذ طعم البصل. بعدين تزيدون عليه ملح، وآخر شي وهم تبقون تدعكون 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 وضيفون عليه بعدين الورق الزعتر الفلسطيني. بنات طعمه والله العظيم روعة ويا شاي. يعني أنا شوفوا أنا مو من النوع اللي أحب سوالف الشاي ويا فطاء، يعني مو كلش أفضلها، بس هالشي طيب 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 بطريقة مو طبيعية. هذا هو ورق الزعتر الفلسطيني. بعدين كلهم تدعكونه عدل عدل ويا بعض. طبعا أنا قاعدة أسوي فويس أوفر ببيت أختي، فبنت أختي رايحة جاية. المهم وتزودون عليه زيت الزيتون هيجي مثل ما أمي قاعدة تسوي بالضبط. سووا طريقتها وما راح تندمون، كلش طيب. المهم تبقون تدعكون بيه قد ما تقدرون، دعكوا هيج مثل طريقة أمي بالضبط. يعني أمي ماخذتها من فيديو وحدة فلسطينية الطريقة الأصلية. تبقون تدعكون الأشياء. أكو بعض الفلسطينيين قالوا إحنا ما نضيف سماق، والبعض الآخر يضيفون سماق، فعلى راحتكم. طبعا أنا بالنسبة لي أشوفها أن ويا السماق أطيب. فتبقون تدعكون لين ما تسوون هالخليط، تجهزون عجينتكم. أنا سويت عيون بالعجينة. بعدين طبعا الأكلة عبارة عن زيت زيتون، قد ما زدتوا زيت زيتون قد ما تطلع طيبة. وتحطون فوق العجينة. بعدين بعد ما تتخمر وكل شي تفردونها أرق فردة. تفردوها بهالطريقة بمساعدة هالشي وإيديكم، وتوزعون هالكمية بالضبط. سووا نفس الشي بنات، راح تاكلون أصابعكم وراها. بعدين هيك تطبقوها وتحطون هيك بالضبط. سووا بعدين جيبون الجهة الثانية هيك، وبعدين من فوق هيك، بعدين تسدوها يمين يسار، يعني من فوق وجوا. تجيبون هاي الطبقة هسه فوق هيك. بعدين تجيبون هالأشياء هذه ما أدري نفس هاي صواني الفرن، أوكي، تحطون بيها زيت زيتون. قاعدة أنسى الأسامي. وتفردوها، تحطوها هيك، بعدين تبدون تفردوها بهالطريقة. يعني تبدون تفردوها. أنا أمي تشتغل، ما فتحت فيديو هي تشتغل، بس أحاول أخذ الخطوات الرئيسية وأقول لكم عنها. فتحطون العجينة مثل ما هي وتفردونها، تحاولون بيدينكم وعلى الفرن، وأكلوا أطيب فطيرة زعتر ممكن تاكلوها بحياتكم. صدق طيب. أنا اكتشفت الأكل الفلسطيني، أنا أوريدي أحبه من كنت أسمع عنه، بس من قمت أطبق بعض الأكلات الفلسطينية والله العظيم بنات يشهون 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 صدق. المهم حطوها بالفرن راح تطلع لكم بهاي الطريقة. المهم بدينا نحط بالصينية. طبعا اللي بالنص هذول ماما سوتهم بالجبن، والباقي زعتر. الزعتر البري أو الزعتر الفلسطيني الورق الأخضر، اللي هو الزعتر الأخضر يسمونه. تمام. طيبة طيبة الفطاير كلش، ويج حامضة حموضة لذيذة ويا شاي أو بيبسي حسب اللي يريد. بيبسي أنا أحس ويا بيبسي أطيب حتكون. صدق طيبة وكانت رقيقة. فجأة وين نطيت بنات؟ عزلت البلكونة وليتني ما عزلتها. الصراحة أول شي البلكونة ضيقة، زين، يعني ضيقة بطريقة أنه مو إنها واسعة أو إن تاخذين راحتك بالتصوير. ثاني شي سالفة إنك تصورين تحت الشمس والتليفون يصير حار وماي تحتك وما حد يساعدك، الموضوع صعب. ورحت قدام الكاميرا وقعدت أحط إيموجيات عشان ما أبين، يعني سالفة عويصة. المهم إن الأرض كانت كلها رمل، يعني مغبرة مغبرة، وورق شجر خفيف خفيف وهيك. يعني المهم بس دبيت ماي حار، غسلتها يعني بالماي، ما غسلتها بالصابون. بعدنا إن شاء الله تعزيلة رمضان راح تكون بصابون ودعك، بس هسه بس ماي هيك، فهمتوا؟ أشيل الطين قد ما أقدر. ولحسن حظي، تخيلوا شنو، يعني صدق صدق من حسن حظي إن الجيران اللي تحتنا مو موجودين. يعني هسه البلكونة هاي إحنا أول طابق، الطابق اللي تحتنا ماكو ناس. فقعدت أشمر ماي من فوق لين تحت الحديقة. الحديقة اللي تحتنا هذه المسكرة، شوفوا بديت هيك أذب على الجيران اللي هي أصلا بيتهم فاضي، يعني ماكو أحد، لا تخافون.
لأن البواليع عذبتني، الماي مو راضي ينزل بسهولة فيها، فالوضع كان متعب. والشمس يعني ما أدري وين الشتاء. طبعا انسوا الإيموجي العود اللي قدامكم، بس ما جيت قدام الكاميرا بالضبط. المهم بنات، فاللي عندها هيك طريقة إني أصور بطريقة حلوة بنفس الوقت إني أنا قاعدة أشتغل وأراويكم الشغل، يكون أفضل. لأن الصراحة الشي كان كلش متعب، بأن عندي ستاند بس البلكونة ضيقة، فأني حاطة الكاميرا وحتى مو قادرة أحطها بزاوية صحيحة، فهمتوا؟ المهم إنه كان الشغل شوي متعب، ما كان مريح. وقد ما أقدر حاولت هيجي أنظفها وأنفض الكراسي، وذبيت ماي كلش حار على هالطاولة لأنها كانت صدق مغبرة، مع أنها ما تبين بالفيديو بنات. المهم نزل على الجيران يا ليل. طبعا قاعدة أقول أنه على الجيران، مع أنه أنا عارفة ماكو أحد جوا، بس ما أدري مخي لا إرادي يقول لي أنه لا، بيت تحتكم يعني في ناس، ممكن أحد يطلع لك فجأة. المهم فكل ما قاعدة أذب ماي جوا قاعدة أخاف أنه على الناس قاعدة فاهمين علي، بس خلاص البواليع عزكم الله يعني صدق صدق ضوجتني وطفرتني، فما قمت هيك أنزل تحت، يعني أضرب بالحايط وينزل جوا، فهمتوا علي؟ إنه ما أذب بالبلوعة، أذب لا هيك على برا. المهم إنه هنا صورت بطيء، عمود صدق أراويكم إنه ترى أكو طين يعني مو ماكو، بس لأنه أكو بنات قالوا لي إن بلكونتكم نظيفة ما بيها شيء. لا بيها طين، وإنه رمل، فهسه من ذبيت المي صار هيك طين. المهم إنه الجو كان كلش حلو هنا، بعد ما نظفت هيك شبيت مي أكثر من مرة، فأولمست الطين راح، الرمل راح يعني. والقاع ترى هيك هي بيها تحسوها بني غامق على بني فاتح، بس هذه مو وصاخة يعني، نظفتها عدل. المهم ان البلكونة حسيتها بردت، مع انه الشمس كانت كلش قوية، بس ويا المي والتنظيف هيك حسيت، واكو كانت نسمة هواء، بس حسيت المكان صار بارد. والله صدق بالنسبة لي التنظيف أحسن طريقة إذا تريدين تطردين الطاقة السلبية. طاقة سلبية طلعين طاقتك، أكو طاقة بيك ما تعرفين وين توديها، نظفي حبيبتي، نظفي مسكيلك أي شيء ودعكيه دعك نظفيه. المهم أنا سويت هيك البلكونة على السريع طبعا، مو إنه هذا. وهسه راح أحط، طبعا هنا مسويتها على البطيء، ما أعرف ليش هيك صبعي، بس أريد أقولكم إني لازم أسكر البلوعة بهالأشياء أرجعهم. وهيجي شوفوا هاي كاملة. وطبعا عيبها الوحيد البلكونة انها ضيقة، صح. وبقت هذه كنت بعدني ما مسويتها، شوفوا مغبرة، واضح انها مغبرة، ماكو داعي احط ايدي، بس مع هذا حطيت ايدي عمود اراويكم. وهنا أنا شلتها الطاولة صوب الثاني وغسلتها، شوفوا صدق اكو فرق. وفجأة حسيت ببرودة فظيعة بالمكان، فما شاء الله ما شاء الله، صدق أي وحدة محتاجة تفرغ طاقة تنظف، تدعك، تغسل والله. وهنا ما عرفت أسده صح، كان المفروض هيك أفره بس ما فريته، بس حطيته وحطيت فوقه هذا. وبعدين سديت البلكونة، بس بعدين ذكرت أني لازم أحط شي كيوت على الطاولة، على مود من يقعدون أهلي برا يحسون أنه لمساتي الخطيرة. وبس والله.